هلو فروم بالي. النهارده هتكلم معاكم شويتين تلاتة. يا رب الصوت يكون واضح، يا رب الصوت يكون واضح. ماشي ان شاء الله صوتي واضح. النهارده وعدتك ان انا هكلمك عن حاجات ليها علاقه بالبنات شويه، وليها علاقه بانه في حاجات كتير انت بيبقى نفسك تتكلمي فيها وما بتعرفيش تتكلمي فيها، ما بتعرفيش تتكلمي فيها مع حد. يعني يمكن اكتر حاجه بحب اقدمها في السيرفيس بتاعتي ان انا اخلي الانسان اللي قدامي سواء راجل او بنت، اي حد في السيشن. على فكره انا بدي سيشن لاولاد برضه، بس هي الموضوع النهارده بتاع البنات، هسميه اسرار البنات. بس عامه اي حد فيهم بحب اديله سيرفيس اسمها انك تبقى على حقيقتك وتفك كل اي طوب انت لابسه او اي ماسك. فالحاجه اللي انا هتكلم فيها النهارده هي يمكن عملت عنها فيديو، بس هتكلم فيها النهارده بنوع تاني يعني، او بسبب تاني اعمق. اول نقطه في الحاجه دي هي الانثى اللي بتلاقي نفسها عندها احتياج للسكس كتير، وبتبدا تداوب نفسها ان هي اللي عندها مشكله، او انه هي اللي فعلا محتاجه ده كتير عشان هي ممكن يبقى فيها حاجه غلط، او تحس انه مفيش راجل هيستحمل ده، او تحس انه تكتشف ده مع الوقت وتبقى عندها احساس بانه هو انا هتعايش كده ازاي، يعني هتعايش ازاي وانا عندي الرغبه الشديده دي. انا يمكن اتكلمت في الموضوع ده قبل كده في فيديوهات، بس انا هعمق في بعد تاني النهارده. كل ما كنتي عمليه اكتر، كل ما رغبتك الجنسيه هتزيد، يا اما هتدفن وهتضرب في حته تانية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هيبقى عندك رغبه جنسيه يبدا يبان عليكي، تبقي عايزه تعملي حاجات في جسمك كتير قوي لانه جسمك محتاج. يا اما تروحي تنفخي، يا اما تروحي تلبسي حاجات تبين قوي انوثتك، يا اما تبقي في كل لبسك عايزه تفوكسي على الموضوع ده، يا اما بتابروتشي على طول، بتبقي عايزه تبقي مع اي راجل، ما تعرفيش تقعدي فاضيه ولازم يحصل بينكم علاقه. يا اما حاجه ثالثه، يا اما تبعدي خالص وتقفلي على نفسك وتخبي الرغبه دي، ويبقى عندك غضب شديد جدا ناحيه نفسك، او بتتعاملي بعصبيه مفرطه، او ما بتبقيش ريلاكس ومش فليكسبل. كل الحاجات دي اعراض ان انت عندك رغبه جنسيه واترجمت بينك وبين نفسك بالغلط ان هي زياده، يا اما عايزه تكتميها يا اما بتظهريها قوي. هو الموضوع كله ان انت عمليه. كل ما بقيتي في الشغل اكتر، كل ما بقى احتياجك للجنس بيروح اكتر عشان توزني طاقتك. ليه؟ لانك لما بتعملي سكس ببساطه شديده بتبقي في الفتره الاساسيه بتاعتك، اللي هو بتبقي في الحاله اللي فيها استقبال، لانك المفروض في الوضع بتاع الحاله، او لما بتبقي بتعملي سكس انت المفروض بتبقي في حاله من الاستقبال اعلى، بتبقي في حاله من التسليم اكتر، بتبقي في حاله من الفصلان اكتر، ما بتبقيش دماغك مش بتفكر في شغل ولا بتفكر ازاي تبقي عمليه، لا بتبقي ريلاكس جدا. بيبقى احتياجك بيروح للحته دي عشان انت جواكي عمليه، بقيتي عمليه جدا، بقيتي بتحمي نفسك بان انت تبقي طول الوقت في الشغل بس، وتلهي نفسك في الشغل بس، وتبقي في الشغل بس طول الوقت. فهتلاقي جسمك وعقلك بيبدا يخليكي تحتاجي السكس عشان تعوضي البالانس او تعوضي التوازن. دي نقطه من النقط. طيب حاجه تانية هتكلم معاكي فيها بتحصل، احنا ساعات كبنات بنبقى عايزين نمسك العصايه من النص في كل حاجه. لما بنبقى عايزين نمسك العصايه من النص في كل حاجه، جس وات هيحصل معاكي ايه؟ الحياه لازم تقلب الموضوع في وشك. يعني ايه؟ يعني مثلا انت عايشه في بيت اهلك، واهلك كابتين عليكي ومسيطرين عليكي، وانت عايزه تجربي السكس، او عايزه تجربي العلاقه الجسديه، او عايزه تفهمي جسمك ده بيقول ايه. فبتبداي تعملي ايه؟ بتبداي تبقي بوشين وبشخصيتين جدا. تبقي في البيت معاهم بشخصيه، الحجاب واللبس ومش عارف ايه، وتبقى عايزه تكفري كل حاجه عشان خاطر تبقي في الشخصيه دي، وطبعا ده بيعمل لك ايه؟ ان بالانس، لانك بتبقي معاهم شخصيه، وبره تبداي عايزه تعرفي ولاد، تبداي تبقي هقولها لك بالمعنى كده اللي هي تشقطي بمعنى العربي بتاعنا، ان هو ايه؟
تروحي انت اللي تكلمي ولاد، وتروحي انت اللي تبعتي لهم، وتروحي انت تدوري ان يبقى عندك كونتاكتس كتير من الولاد. ودي مش كلمه عيب يعني، هي كلمه يعني بتعبر عن المعنى على طول، الشقط دي. فتبداي انت تعملي ده من بره قوي، وتبداي تخشي في علاقات كتير وعلاقات جسديه عشان خاطر تعوضي الحته بتاعت ان انت تقدري تعملي الدور ده وتقدري تعملي الدور ده. فمسكتي العصايه من النص. واحده تانية متجوزه وكارهه جوازها وكارهه حياتها في الجواز، فتبدا عشان تبقى ماسكه العصايه من النص تبقى قدامه واحده كويسه جدا، ومن بره بتحاول تشوف الحياه التانية اللي هي نفسها تجربها او تعيشها، وتبقى في الدورين او في الشخصيتين. ده بيعمل عبء طاقي جدا عليكي، بيخليكي تبقي في وعي ظاهري مش وعي حقيقي، بيخلي المانيفستيشن بتاعك يبقى بايظ. يعني تجيبي جذب بس جذب مؤقت ويتخرب عليكي. يعني مثلا تجذبي فلوس وتروح منك فجأة، تجذبي ممكن علاقه في شخص، يعني مثلا انت في بيت اهلك وعايزه حد يبقى كويس، تفضلي تعرفي ناس كتير قوي، تجيبي راجل يبدا يعيشك نفس الحاله اللي انت عايشاها مع اهلك، او راجل تاني تعرفيه على جوزك وهو مش عارف يبقى بنفس صفاته او اوحش. ليه؟ لانك ماسكه العصايه من النص، مش عايزه تواجهي الخوف وتنهي الحياه المزيفه وتروحي للحقيقه. الحل بتاع كل ده ان انت تعرفي تكوني حقيقيه وتكوني شجاعه في حقيقتك. تعرفي تبقي شجاعه في حقيقتك، تعرفي تروحي لاهلك تقول لهم هو ده انا، وده الطريق اللي انا هعيش بيه حياتي. انا مش عايزه اعمل حاجه غلط، انا عايزه اكون فاهمه نفسي، عايزه اكون على حقيقتي، عايزه اكون مش مزيفه، مش عايزه اكون زيكم. انا مش عايزه اكون محجبه مثلا، انا مش عايزه اكون عايشه هنا، مش عايزه اتجوز بنفس الطريقه. حقك حتى لو غلط دلوقتي، حقك تكوني بتعبري عن حقيقتك زي ما هي من غير ما تحاولي تكوني مزيفه. وبعد كده الحياه تخليكي ماشيه في الطريق الصح، بس ما امشيش في الطريق الصح بالتزييف وعشان حد بيقول لي ان ده صح. لو عرفتي تعملي ده كويس قوي، تبقي على حقيقتك وتكوني شجاعه في حقيقتك، صدقيني الحياه كلها هتتفتح لك، الحياه كلها هتفتح لك قلبها. كل الجذب اللي هيكون في مصلحتك هيجي في طريقك. صدقيني من تجربه حقيقيه انا عشتها، بقولك انك هتروحي للحقيقه اول ما تواجهي التزييف وتكوني شجاعه انك تقطعي التزييف وتروحي تقولي انا مش هكمل في الطريق اللي مش شبهي حتى لو هم صح وانا غلط. لان الصح بيبقى اللي شبهك، مش الصح المعمم على كل الناس. يا رب يكون الفيديو فادك، ان شاء الله اشوفك في فيديو تاني. وما تنسيش تعملي لايك للفيديو وشير عشان دي كارما ايجابيه، وسيبيلي الكومنت بتاعك وبعتيلي على انستجرام، برد على كل الناس. ولو حبيتي تاخدي اي استشاره او تشوفي اي كورسز بتتكلم عن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، ممكن تبعتي على الرقم ده في البايو في انستجرام وهنرد عليكي على طول. نشوفك في فيديو تاني، باي باي.